أثابكم الله. كيف نرد على من يستدل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، على جواز ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو مهتدي؟ ما يكون مهتدي إلا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولهذا يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية تؤولونها بغير تأويلها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه ولا تأطرنه على الحق أطرا، أو لا يضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم، يعني بني إسرائيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هذا هو السبب. لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن إذا رأيت الناس على ضلال، مثل ما يقول بعض الناس كل الناس على هذا وخلهم معهم، أنا من بفارجة أبنطلق مع الناس، تقول لا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل ضلاله عليه وأنت عليك خطاك وعليك، فلا تغتر بما عليه الناس. هذا المقصود من الآية. قال صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية إذا رأيتم هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل رأي برأي فعليك نفسك ودع عنك العامة. لا تنجرف مع الناس، لا تنجرف. هذا معنى الآية، أنك ما تنجرف مع الناس، إلزم نفسك. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا بد منه مع الاستطاعة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم.